إذا هذه أولى المهرات نشاهدها من خلال الوقوف بعد أن أدت الحركة. هذه المهرة سوف نشاهدها أمام السادة الحكام من خلال المواصفات المتعارف عليها لبطولات جمال الخيل العربي الأصيل، وهي الهوية العربية لها 20 علامة، الرأس والرقبة 20 علامة، الجسم 20، القوائم من 20، وأيضا الحركة. 5 مواصفات يأخذ الحكم بعين الاعتبار. هنا المشي ذهابا وإيابا، وهنا النظر إلى القوائم الأربعة بخط مستقيم. يعود العارض مع المهرة ليشاهد السادة الحكام القوائم من خلال الاستقامة، وبعدها تقف هذه المهرة. كما ذكرت، يريد الحكم أن يشاهد المهرة بهدوء بخط مستقيم. مرة أخرى يريد أن يشاهدوها تعود بهدوء. والآن تقف تلك المهرة أمام السادة الحكام لباقي المواصفات للخيل العربي المصري الأصيل الذي نحن بصدد هذه البطولة، بطولة أصيل لجمال الحصان العربي المصري. أيضا لا يسعني أن أشكر لجنة الانضباط الدكتورة أمنية الشريف، لها منا كل التحية والتقدير. دكتورة أمنية ما شاء الله عليها، يعطيك ألف عافية. وأيضا الرائع دكتور إسلام المهدي، له منا كل التحية والتقدير. والدكتورة أمل المتبولي، له منا كل التحية والتقدير، ولكل اللجان العاملة.